جا وقت المندارين وحبيت ندير لكم كيكه غير بزوج حبات. تحصلوا على هذا الكيك اللي يجي بزاف بنين وريحه المندارين ويجي بزاف منعش اللي ما يتشبعش. فما عليا غير نقول لكم لازم تجربوه وما تراطوش الوصفه والبنه اكيد. فديروا لنا الحفظ لا فيديو راح تحتاجوه ونروحوا مباشره لكيفيه التحضير. جبت زوج حبات اللي كنت شللتها وقطعتها بهذه الطريقه. المندارين تاعكم اذا كانت فيها العظم لازم تنحوها. انا درت مندارين سون بيبا. زدت عليها كاس غير ربع نتاع السكر، بيضه كامله، حوالي ملعقه صغيره نتاع لافاني، ونخلط جيدا. هنا تقدروا تستعملوا البرا ولا الروبو. ومباشره نجيب الغيسيبيون ديالي ونفرغ كامل هذاك الخليط، ومن بعد نزيد نصف كاس نتاع الزيت، وميم طون راني نخلط بالفوي. نزيد عليها كاس غير ربع نتاع الحليب اللي المقادير راح تلقاوهم كامل مكتوبين تحت لا فيديو. ودوكا نجيب النواشف ديالي اللي كنت درت زوج كيسان تاع الفرينه اللي لازم يكونوا مغربلين. يعني سر من نجاح الكيك ديالكم اي كيك تستعملوه لازم تغربلوا الفرينه. من بعدها راح تزدت كيس تاع خميره تاع الحلوى ما يعادل 10 غرام. والخليط راح يجيكم قوامه شويه ثقيل دونك هو يجي هكذاك. الفرن لازم يكون مسخن على 180 درجه، وكديروه نقصولو خلوه يطيب في غردو يطول باش يطلع بيسك الخليط راه ثقيل دونك ما تخافوا. المول ديالي دهنتي بشويه تاع الزبده، رشيت عليه الفرينه ودرت له بابي كويسون من تحت باش يسهل لي انه نحي. فرغت كامل الخليط ديالي كيما راكو تشوفوا، وسويته هكذا بالسباتول وخبطته شويه باش يجي مساوي. درت عليه قطعه تاع الزبده باش يجي مشقق في الوسط كيما راكو تشوفوا. هذه هي النتيجه بعد ما طابلي. كتزيين اختياري انا كنت رشيت عليه شوكولاته الطل. نتوما تقدروا ديروا معجون، ديروا سكر غلاس، ولا تخلوه هكذاك يجي بزاف بنين وخفيف. درته في المجمد يبرد لي شويه، وهذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم. تجربوها وتستمتعوا لي بالبنه. ادوت فيديو مع وصفه جديده. سلام.